السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ طبعا هنعمل مع بعض المكشكشة او المكرمشة زي ما حبيتوا تسموها، او زي ما سمتوها، او زي ما هي واخدة الترند. تحفة جدا وجميلة جدا. عملنا الطبقات بتاعتها وصوص التسقية. كمان السر بتاعها في ايه؟ السر بتاعها في الصوص. الحليب اللي حضراتكم شايفينه ده في الصينية. وطبعا في التسوية كمان. عاوزة تسوية معينة بطريقة معينة. هي سهلة جدا. الحشوة طبعا زي ما انتوا شايفينها باظة خالص كده، وطعمها تحفة تحفة تحفة. عملت حشوة تحفة وجميلة واقتصادية، على قد ايدينا وعلى قد بيوتنا الجميلة. كل حاجة فيها متوفرة في البيت. ما طلعناش مثلا فيها حاجة زيادة. هم حاطين شوية مثلا مكسرات زيادة، او حاطين شوية مكسرات عالية شوية. ممكن تحطوا عين جمل، ممكن تحطوا بندق لوز. انا عملتها بفول السوداني المحمص وكان طعمه تحفة جدا. اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. لايك كومنت وشير، وتابع معايا الوصفة. هنا عندي كيلو من الحليب، عشان عاوزين الصينية بتاعتنا تكون ما شاء الله مدعمة كده، وتكون زي الجاهزة بالظبط. يعني عايزين نعمل حشوة تكون حلوة ناعمة، طعمها عالي شوية. هزود كده معاكم 4 معالق من النشا، وهحط كمان معلقتين من الكريم شانتيه، ومعلقة دقيق. دي الحشوة بتاعتي اللي انا هعملها، و2 كيس من الفانيليا. وهرفعهم على النار، وهبتدي اقلب فيهم لحد ما يبقى معايا ايه، حشوة ناعمة خالص. يعني انا عايزة الحشوة بتاعتي ناعمة واقتصادية، وفي نفس الوقت تبقى طعمها حلو. هتقولي طب وسكر؟ لا، احنا مش هنحط السكر، لان احنا هنسقي بصوص الحليب او شربات الحليب. هنعمله على النار بيبقى عبارة عن سكر او حليب مكثف ولبن. طيب وهنرجع نعمل شربات تاني عسل، فاحنا مش عايزين نكتر السكريات. عملت كده الحشوة بتاعتي او الكريمة بتاعتي. عايزة تعملي كريمة الكاسترد، عايزة تعملي آه، مهلبية الكاسترد يعني، عادي جدا اتفضلي. بس انا بفضل بصراحة طعم الكريمة دي او المهلبية اللي هي ايه، البيضة. فانا عملتها بيها وكان بصراحة طعمها تحفة جدا في حتة تانية خالص. عندي هنا لفتين جلاش، وطبعا فوطة نضيفة كده ونغطيهم. وعندي الكاسترد، وعندي الصينية الجميلة بتاعتي. هي بتتباع في صواني صغيرة، يعني الصينية دي قد 2 أو 3 من اللي بتتباع. تخيلوا يا جماعة، بيقولوا ب400 جنيه. يعني أنا عملت صينية ب800 جنيه، ب50 جنيه بس. يلا نبدأ ونعمل. ولا يهمك لو الجلاش اتقطع منك، عادي جدا. هنبدأ نفرد كده طبقة بطبقة من الجلاش، وندهن بينهم سمنة زي ما حضرتك شايفة كده. وناخد الطبقة التانية على طول فوقيها. هنعمل كده حوالي 5 6 طبقات تحت. طبقة حلو برضو كده بنت ناس، وندهن بينهم سمنة. سهلة جدا وما تخافيش وما تقلقيش، اعمليها وجميلة جدا والطعم تحفة. صدقيني مفيش اسهل من كده، هي مش صعبة. ويعني اخدة ترند جميل. هي طعمها حلو، طعمها جميل جدا. يعني في كل الحالات هي البقلاوة اصلا طعمها حلو. احنا بنعمل اي نوع بقلاوة بيبقى طعمه جميل. هي طعمها حلو لان الكشكشة دي عطيالها ايه، فراغات كده، وعطيالها قرمشة زيادة. التسوية بتاعتها برضو بتحمريها على الهادي قوي لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل. هي بتاخد سمنة شوية برضو زيادة، بس برضو مش بالتكلفة الباهظة او السعر اللي هو ايه نازلة بيه. بس اي حاجة جديدة كده بتنزل في رمضان بتكون غالية. شفتوا بقى الحشوة بتاعتي جميلة ازاي وفضلت طرية؟ لان انا مغطياها. ده عشان كده بقولك، اما تغطي الكريمة او الحشوة بتاعتك هتفضل طرية. وشايفين نازلة ازاي كريمية خالص وطرية خالص معايا. هفرد كده الحشوة بتاعتي بقى في الطبقة اللي تحت. وفي ناس بتحشي مكسرات فقط وبتعملها برضو بيها مكسرات بس. يعني لو مش عندك برضو متوفر ان انت تحشيها كريمة خالص، براحتك برضو هتتعمل وهتبقى مكشكشة. هبتدي بقى اعمل مروحة. كنت مستمتعة جدا وانا بعمل المروحة كده، زي ما كنا بنعمل المروحة زمان واحنا ايه، واحنا صغيرين. ونبتدي نقول بسم الله، ونرص في الصينية بتاعتي كده. دي واحدة بس كده كانت مقطوعة، دخلتها كده في واحدة تانية وابتديت اعمل. مش هنرمي اي حاجة خالص حتى لو مقطوعة.
بصراحة الجلاش كان جميل مش وحش برضو، بس هي لو جات لنا في واحدة مقطوعة عادي جدا. اهو يا جماعة لفة المروحة اللي كنا بنعملها زمان، بس هنصغرها شوية ونضيقها ونكشكشها ونبتدي نحطها كده واحدة جنب التانية لحد ما نملى الصينية بتاعتنا كلها بكمية الجلاش المتبقية عندي. قلت لكم انا حطيت تحت 6 طبقات بس، ولفتين الجلاش عملوا لي صينية جنبه كبيرة ما شاء الله، اكلنا وايه، هيصنا يا جماعة، جميلة جدا. وجربوها وعلى ضمانتي بنفس الطريقة ونفس اللي انا مشيت عليه ونفس الخطوات. ابتديت كده برضو اعمل زي ما انتوا شايفين المروحة، وفضلت برضو ايه اكشكش اكشكش وارص في الصينية. واضح كده؟ ايوه واضح. قولولي بتتابعوني منين، واعملوا لي لايك ومتابعة للصفحة واشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوني. بدأت كده من هنا ومن هنا، الحمد لله خلصنا كل الكشكشة. شايفين انا بقيت بصراحة مكترة من فوق ومزودة الطبقات كل ما كانت ايه زيادة كده، وكنت مضيقة بينهم، كانت حلوة قوي. يعني هي سرها في كده، سرها في ان انت ايه تظبطي الطبقات. طبعا لفة الجلاش يعني مش غالية قوي، استعملت لفتين ب20 جنيه. وطبعا لتر الحليب، يعني هنقول لتر حليب ب15 جنيه يبقى 35 جنيه. استعملت مثلا سمنة حوالي هنقول ب10 جنيه، يبقى 45 جنيه. وشوية المكسرات بتوعنا والعسل وكوباية الحليب اللي سقينا بيها هنقول كلفناها 50 جنيه. وعملنا أحلى صينية جامبو كبيرة جدا تحفة، يعني بجد بجد، والطعم وهم، بجد بجد جربوها يا جماعة تعجبكم جدا. هنا بدأت أسقي السمنة بتاعتي كويس قوي، وبالفرشة كده دخل بين الفراغات بتاعة المروحة او المكشكشة اللي انا عاملاها. شايفين السمنة كده مغرقاها، وبعد ما بصراحة دخلتها الفرن من تحت تاخد لون، سيحت سمنة كمان بالفرشة كده وبقيت احط على وشها كمان. يعني زودت بصراحة سمنة كمان كده، طلعت من الفرن متحمصة جدا، اخد اللون الذهبي الجميل. طبعا احنا مش عايزينها تتحرق مننا، احنا عايزين اللي هو الجلاش كل ما كان لونه متحمص، يعني متحمص قوي على نار هادية جدا، بيبقى جميل قوي، اخد اللون اللي هو الجميل ده. ده شربات الحليب. لو انت ما عندكيش بقى يعني حليب مكثف، هما الفكرة بقى في المحلات عاملينها بحليب مكثف محلى على على حليب متخفف وفانيليا وبيسقوها. لا انا هنا جبت كوباية من الحليب حطيت عليها شوية من السكر وكيس فانيليا، وبدأوا يغلوا على النار شوية مع بعض، وبدأت أسقي بهم يا جماعة، طعمها رهيب. دي أول ما طلعت من الفرن أخدت صوص الحليب اللي حضراتكم شايفينه ده، أخدت الكوباية كلها. والسر في السقسقة، السر أصلا في المكشكشة دي في السقسقة في الكوباية دي. وصدقوني مش هتطرى ولا حاجة، يعني رغم ان هي اخدت الكوباية كده، رغم ان هي كانت مقرمشة جدا وفضلت مقرمشة لتاني يوم كمان. يعني انا بقول لكم بعد ما اكلناها قعدت معايا يومين. سقيت كده كوباية الحليب بتاعتي كلها وخلصتها، لسه هتاخد معايا كوباية من الشربات. شوفوا ده سكر وده سكر، فبراحتكم لو حابين تحطوا سكر فيه كريمة الكاسترد او الكريمة البيضة اللي انتوا بتعملوها، او ان انتوا تسيبوها من غير سكر وتستكفوا بالسكر. انا استكفيت بالسكر اللي انا عملته ده، وكان طعمها رهيب يا جماعة بصراحة. انا بحب الكريمة كده من غير سكر، وتاخد السكر بتاعها من الصوصات. هي كده شربت معايا شربات الحليب اللي انا عملته على النار، اللي هو عبارة عن كوباية لبن ونص كوباية سكر وكيس فانيليا وغليوا مع بعض. هنا هجيب بقى كوباية او فنجان من الشربات التقيل، شربات او العسل التقيل بتاعنا. طبعا كلنا بنعرف نعمل العسل او الشربات. وهبتدي الاسقي الصينيه بتاعتي او المكشكشه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده بالشربات بقى عادي. كل ده هي هتاخده وهتشربه وهتدي طعم جميل. هسيبها كده بعد ما تسقى او تشرب مني الشربات بتاعي ده، والجوانب كده اما بحط في الجوانب بينزل تحت، فبيسقي الطبقة اللي تحت، لان احنا طبعا الجلاش العادي بنقطعه،
اما دي احنا ما قطعناهاش، هي دي ما شاء الله بينها فراغات، وهي في التقطيع سهلة جدا على فكرة، بتتقطع معاكي بسهولة، مش بتتكسر قوي ولا حاجة، بس بتقطعي بقى قطع كبيرة شوية. شايفين بقى السر في السقسقة؟ شايفين الصوص من تحت اللي هو الحليب مع العسل؟ كده هسيبها تتشرب بقى الحليب والعسل، وتاخد بقى لون جميل، ونديلها. شايفين هنا بقولكوا، شايفين هي ازاي آه ناشفة معايا مقرمشة، ما طرتش مني خالص بعد ما سقت او شربت الصوصات بتاعتها. هنا عندي شوية من فول السوداني كسرتهم كده، وحطيت عليهم شوية من جوز الهند. طبعا المكسرات المتوفرة عندك، ودي متوفر في اي بيت مصري، شوية فول السوداني وجوز الهند، ابسط المكسرات طبعا اللي موجودة، وطعمها جميل جدا. انا بقول لكم الفول السوداني انا اصلا بحبه مع البقلاوة او بحبه مع الجلاش، بيدي الفول السوداني المحمص مع الجلاش طعم جميل جدا. جربوه وان شاء الله يعجبكم. كده بجد هي اكتملت، واكتمال القمر بقى، جميلة جدا 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 جدا، تحفة والله يا جماعة. شايفين تفاصيلها؟ شايفين طلعنا الصينية بمنتهى البساطة. ما تنسوش بقى تتابعوني، وتعملوا متابعة على الصفحة، وتعملوا لايك، وتعملوا اشتراك في القناة لو انتم مش مشتركين. اتشرف بوجودكم، وقوليلي بتتابعوني من اي بلد ومن اي مكان. ايه رأيكم في الشرح والوصف، وايه رأيكم في الوصفة؟ يا رب تكون عجبتكم واكون عند حسن ظنكم. ما شاء الله يا جماعة، تحفة جدا، وكانت جميلة جدا. وان شاء الله استنوني في وصفات تانية كتير نقدمها مع بعض، وحاجات احلى واحلى. بجد كانت من اجمل الوصفات اللي انا عملتها من البقلاوة، وهي فعلا تستاهل الترند لان طعمها جميل جدا. بإذن الله تعملوها وتعجبكم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.